تالت حاجة مهم تعملها عشان تبطل إدمان التليفون واللي هتفرق معاك بجد أوي أوي يعني، فرقت معايا أنا شخصيًا وتقريبًا دي كانت من أكبر الأسباب اللي خلّتني أقلل لنص الوقت، وهي إنك تقفل كل الإشعارات بتاعة التليفون. زي ما قُلت لك هم بيتبعوا طرق الإدمان السلوكي، إنهم دايمًا يخلّوك مركّز معاهم، إشعارات في كل حتة وفي أي وقت، على رأي أحمد أبو زيد عاملة زي المنبهات، ييجي لك التطبيق يعمل منبه من دماغه بعد 5 دقايق، يروح ضابطه وحاطّه جنبك، وأنت كل 5 دقايق تتخض بمنبه من تطبيق شكل. زي ما قُلت لك الفيديو اللي فات إن في أبحاث بتقول إن البني آدم ممكن يتصفح تليفونه توصل ل300 مرّة في اليوم، يعني ممكن توصل اللي أنت بتبُص على التليفون كل 4، 5 دقايق. فده جنان يعني، وده بيخلّيك على الأقل بتبقى واعي وأنت داخل التطبيق، بإيدك كده وأنت اللي داخل على التطبيق وأنت اللي بتدوس عليه، فبتدوس عليه عشان الإشعار اللي جالك، مش أم محمد بقى عملت لايك لأم فاروق ومش عارف مين عمل كومنت على بوست إيه وحاجات مقرفة أنت ما لكش دعوة بيها أساسًا وما حد